تعالى كده نعيش مع بعض الآيات. أول حاجة قال إذا الشمس كورت. قال ابن عباس أظلمت. كل اللي هي التفاسير دي بتجمع بعد كده في الآخر، بس أنا بجيب لك كل واحد قال إيه. قال ابن عباس أظلمت، وقال العوفي ذهبت، وقال سعيد بن جبير غارت، وقال زيد بن أسلم وقعت على الأرض، وقال ابن جرير وهذا أصح الأقوال أن يجمع بعضها إلى بعض وتلف ثم يرمى بها في النار. قالوا العلماء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وقودها يعني أنتم لها واردون. فعند البخاري من حديث أبو هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام والشمس والقمر يكوران يوم القيامة، هيتلفوا ويترموا في جهنم. هذا قاله بعض العلماء، وعلق على ذلك الإمام الخطابي قال لن يلقيها الله سبحانه وتعالى في النار تعذيبا لهما، يعني ربنا مش هيلقي النار القمر والجنة، القمر والشمس في النار عشان يعذبهم، لا، قال ايه؟ حسرة لما عبدوها. في ناس بتعبد القمر وفي ناس بتعبد الشمس، ربنا يحسرهم وكأن ربنا يقول لهم معبودكم اهو اترمى في النار. في حديث أنس والحديث فيه ضعف قال ليراهما من عبدهما. مفيش شمس، مفيش قمر، مفيش نور، مفيش حرارة، مفيش ضياء، مفيش تبخر، مفيش ظهور، مفيش. ادي اول حاجة في اليوم الطويل المظلم ده، مفيش نور، مفيش شمس. عند البخاري ومسلم من حديث ابو هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني تقوم الصبح انت بعد الضحى الشمس تبدأ تطلع، لا مفيش شمس، هي لسه ضلمة، والساعة 9 ولسه عتمة، والساعة 11 لسه ضلمة. ايه الحكاية؟ طب الساعة جت 1 لسه ضلمة برضه. الله، اما الدنيا هتنور امتى؟ مفيش نور. ده هتطلع امتى بقى المغرب؟ هتطلع امتى الشمس؟ تطلع المغرب، تبدأ تطلع من الناحية دي مش من الناحية دي، تبدأ المغرب، تبدأ الدنيا تنور بالليل. خلاص كده الكون باظ كده، خلاص كده مفيش توبة بقى. دي مشكلة بقى اللي في الوقت ده مفيش توبة. يعني احنا لو طلعنا لقينا الشمس ما طلعتش ما تقولش اتوب، خلاص مفيش يابا. دي اخطر ما في الموضوع بقى. قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس، طلع من المغرب، طلع على الساعة 6 المغرب، قال آمن من عليها، كل اللي في الأرض يقولوا لا إله إلا الله. تخيل بس يا ريت ينفع. قال فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. دي بقى مشكلة، مع انه لما هيشوفوها طالعه من هنا خلاص هم خلي بالك كل اليهود والنصارى وكلهم عارفين اللي فيه يوم قيامه وعارفين اللي العلامه دي من علامات يوم القيامه. اول لما تطلع من المغرب كل يقول لا اقول له لا يابا، كان زمان الكلام ده. والشمس تجري لمستقر لها، دي بتطلع في وقت وتنزل في وقت بكامل الدقه، لا ولا ثانيه حتى. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، قمر يبقى كبير يفضل يقل. عارف العرجون عامله زي كده، يعني عامله زي كده، اللي هو الحته بتاعت القمر اللي انت بتلاقيها في الاخر دي، الناس الفلاحين يفهموا يعني ايه عرجون كده. قال الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، لا دي هتيجي على دي ولا دي هتيجي على دي. يوم القيامه هتطلع لك من هنا، ده مفيش قمر ولا شمس. بيقولوا علماء الفلك لو اقتربت الشمس من أرضنا شيء بسيط لاحترقت كل من على الأرض، ولا تمخر كل المياه اللي موجودة في الأرض، ولا انصهرت كل الصخور والجبال، ولو بعدت عننا شيئا يسيرا لتجمدنا وما نبت فيها زرع ولا ثمار، فكيف إذا كورت. هذه أول واحدة. مفيش شمس، مفيش نور، مفيش قمر، مفيش ضياء، مفيش حرارة، مفيش.